اهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم السفنج المغربي بطريقه اللي هي جد سهله ومبسطه، واهم حاجه انه ناجح من اول تجربه. فكنتمنى حقا انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، لانها شي حاجه روعه روعه، وكيجي رائع مع شرب الشاي اولا القهوه ديال العشيه. فما كاين ما احسن من السفنج المغربي التقليدي اللي غادي نشاركه معكم اليوم. كنتمنى حقا انكم تجربوه، وان شاء الله غادي ينجح معكم من اول تجربه. فقط ما تبخلوش على اختكم بلي لايك والبارطاج لهذا الفيديو، وما تنساوش كذلك تخلينا الراي ديالكم في التعليق. ويلا بلا ما نطول عليكم ونمروا المقادير وطريقه ديال التحضير. فعلى بركة الله، في واحد الاناء كنحتاجو واحد 500 غرام ديال الدقيق ما يعادل نص كيلو، مع واحد المعلقه كبيره ونص ديال الخميره الفوريه يعني خميره الخبز، معلقه ديال السكر وشويه ديال الملحه، وواحد المعلقه ديال الخل اللي ضروريه باش كتعطينا واحد نسبه الحموضه في الخل ديالنا. بما ان الناس اللي كيكونوا كيخدموا على برا راه كيخدموه بالخميره البلديه اللي كتجي شويه حامضه، فاحنا غادي نعوضوها بواحد المعلقه ديال الخل. صافي كنبداو كنجمعوا العجينه ديالنا بالماء اللي كيكون دافي. غادي نجمعوا العجينه تكون خفيفه من الاول، يعني ما نقصحوهاش باش ما تعذبناش في الخدمه. غادي نجمعوها خفيفه كيف ما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا اللي هو موضح معكم في الفيديو. من بعد كنبداو كنخدموها، ضروري ما نخدموها بيدينا، واخا غتشوفوها جاريه وكتلتصق ما بين اليدين، ولكن ضروري نخدموها بهذا الشكل هذا. يعني كنحاولوا اننا ندلكوها بهذه الطريقه هذه، اولا كنهزوا العجينه ديالنا وكنبداو كنخبطوا فيها مع الصحن اولا داك الاناء اللي كنعجنوا فيه. بهذه الطريقه هذه كنديروا هذه العمليه هذه، يعني كنخدموا مزيان. فاش كنشوف راسنا عينه واحد شويه صافي كنجمعوها، نغطيوها ونخليوها كترتاح واحد المده ديال 4 حتى ل5 ديال الدقائق، ونرجعوا عاوتاني ليها نفزقوا يدينا غير بواحد شويه ديال الماء باش ما كتبقاش كتلتصق معنا العجينه، ونبداو كنخدموها المره الثانيه والثالثه. يعني هاد العمليه هذه راه كنكرروها 3 العمليات. كما شفتوا انا خدمتها هنايا واحد المده، من بعد غطيتها بواحد الاناء بواحد المنديل وخليتها كترتاح غير واحد المده ديال 3 حتى 4 دقائق، يعني ما نخليوهاش تخمر غير ترتاح. من بعد كما قلت لكم كتاخذوا غير واحد شويه د الماء كدهنوا به يديكم، يعني ما تكثروش الماء في هذه المرحله هذه. صافي غير كتدهنوا يديكم بشويه د الماء، وكتبداو كتخدموا العجينه بهذه الطريقه اللي هي موضحه في الفيديو. يعني كتهزوا العجينه وتحاولوا انكم تخبطوها وهي راه كتخدم راسها براسها. البنات عرفتوا راه كتجي مخدومه مزيانه مزيان بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي من بعد ما كما قلت لكم كتكرروا هذه العمليه مده مره ولا جوج ولا ثلاثه، يعني على حسب اللي بغيتو. المهم انا كررتها 3 ديال المرات. صافي من بعد ما خدمتها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، كنغطيوها وكنخليوها كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما كنخليوها كتخمر واحد المده تقريبا ديال 40 دقيقه على حسب. دابا الجو شويه بارد، صافي كنرجعوا العجينه ديالنا كنلقاوها خمرات. كناخذوا واحد البلاطو اولا شي صينيه اللي كندهنوها هكا بشويه ديال الزيت ضروري باش العجينه ما كتلتصقش معنا. وصافي هنا العجينه ديالي كتكون خمرات ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كيف ما قلت لكم كتحاولوا انكم تدهنوا يديكم بواحد شويه ديال الزيت باش ما كتلتصقش معكم العجينه في اليد ديالكم. وصافي كتبداو تشكلوها على شكل كويرات اولا كريسات اللي هما صغارين. كبروهم صغروهم كيبقى لكم الاختيار، ولكن المهم ديروهم متوسطين باش ما يجيكمش كبار بزاف وفي نفس الوقت ما يجيكمش صغارين. صافي غادي نكمل هاد الكميه ديالي كامله حتى غادي نشكلها بهذا الشكل هذا. ضروري من هاد العمليه هذه نشكلهم على شكل كويرات بهذا الشكل هذا، وعاد غادي نمروا المرحله ديال الطهي ديالها. الا كنتوا وصلتوا حتى لهنا فما تبخلوش على اختكم بلي لايك والبارطاج، وخلينا الراي ديالكم في التعليق. جزاكم الله كل خير، راكم كتنساو ليا اللايك بزاف. صافي هنايا غادي نمروا لمرحله الطهي. مرحله الطهي كناخذوا 2 مقيلات، مقله اللي كنديروا فيها الزيت اللي هي كثيره، والمقله الاولى كنديروا فيها غير واحد النسبه تقريبا ديال معلقه كبيره ديال الزيت. كنخليوها حتى كتسخن مزيان وكناخذوا العجينه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وكنحاولوا اننا نحلوها بيدينا مزيان مزيان وكنوضعوها في وسط داك المقلات. غير كنشوفوها شدات راسها كنهزوها من داك المقله اللي فيها شويه الزيت وكنديروها في المقله اللي فيها زيت بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كنخدموا العجينه مزيان مزيان باش كنرقوا لها داك الجوانب ديالها، وكنديروا لها واحد الثقب في الوسط. كنخليوها غير كنشوفوها بدات كتشد في راسها، يعني ماشي كطيب، غير نشوفوها بدات كتشد في راسها واحد شويه. كنهزوها وكنوضعوها في المقلاه الاخرى.
هانتوما بهذا الشكل هذا كنهزوها كنوضعوها في المقلاة الثانيه بهذا الشكل هذا صافي. وبهذه الطريقه كنبقاو غاديين حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. يعني كديروا يدينا هنا وهنا، نتوما كتخدموا داك العجينه مزيان كتشكلوا لها واحد الثقب في الوسط، وكترجعوا داك المقلاة الثانيه كتكون طابت كتقلبوها للجهه الثانيه كيف ما كتشوفوا. راه ما شاء الله كينتفخ وكيدير داك الفقاعات اولا المهم كيجي الوجه ديالو مجعب كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما ما شاء الله كتنتفخ وكتجي غزاله. هاد السفنج هذا الطريقه ديالو اللي شاركت معكم راه كتجي ناجحه بالنسبه للمبتدئات. فنقول لكم غير توكلوا على الله وجربوه ان شاء الله غادي ينجح معكم من اول تجربه. كما شفتوا هذا هو الشكل ديالو. شوفوا ما شاء الله غنحل معكم وحده وهي مازال سخونه، يعني واخا حرقتني في يدي ولكن حتى شي حاجه ما تغلى عليكم. المهم حليتها باش تشوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي. وكيكون هذا هو الشكل ديال السفنج ديالي اللي شاركت معكم اليوم. طريقته سهله وبسيطه ومكوناته اقتصاديه والنتيجه ديالو كما كتشوفوها معايا. طريقته كما شفتوا سهله وبسيطه، فكنتمنى حقا انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وما تنسوش اختكم لي لايك. نرجع نفكركم وبسلام عليكم، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.